رشيد اليزامي عنده أكثر من 40 سنة ديال البحث العلمي. أولا خدت الدبلوم ديال المهندس في الإلكتروكيمي شيمي، يعني الكيمياء الكهربائية في غرونوبل فرنسا. وكان الحلم ديالي ملي كنت صغير أنا نكون باحث علمي. إذا ملي خديت الدبلوم ديالي أول حاجة طلبت باغي ندخل الدكتوراه. وفي السنة الأولى ديال الدكتوراه البحث العلمي ديال في الدكتوراه اكتشفت الغرافيت اللي يستعمل الآن كطابق سلبي وسالب في بطاريات الليثيوم لحد الآن 1980 ذاك الوقت إلى حد الآن. إذا باحث علمي، ومن بعد ما زعما سافرت بزاف لأن الحمد لله الناس بداو تعرفوني شويه في اليابان. دوزت عامين في اليابان ما بين 1988 و 1990. كنت في كيوتو، كنت في قدام ناغانو، واحد المدينه سميتها شينشو يونيفرسيتي. المهم عامين تعلمت اليابانيه، تكلمت شويه اليابانيه. ومن بعد رجعت لغرونوبل، دوزت فيها 10 سنين. ملي رجعت في غرونوبل كان 1990 1990 في جوية 1990 كنت مازال في اليابان، والشركة سوني استدعوني للمخبر ديالهم. كان اجتماع ودرت محاضرة وداكشي، يعني الاستقبال كان هائل. قلت الناس هادو علاش استقبلني هكا، كنت متعجب. من بعد ما درت المحاضرة دي جلسنا نتحدثوا، والرئيس ديال المخبر قال لي السي اليزامي شكرا اللي جيتي ودرتي المحاضره ديالك، ويعني كانت مهمه بزاف لينا، ولكن بغينا نقول لك واحد القضيه. انت اول عالم ياباني ولا امريكاني ولا اللي غادي يعرف هذه الحقيقه هذه، وهي ان في سبتمبر كان في جويي دابا شهرين غادي نبداو نصنعوا ونسوقوا اول بطاريه ديال الليثيوم قابله للشحن وفيها الاختراع ديالك. ملي رجعت 1900 زعما واحد الشهر من بعد رجعت في حياتي في سبتمبر 1990 رجعت لغرونوبل، المختبر ديالي في غرونوبل. رئيس ديال البحث العلمي في هادشي البطاريات ديال لا نازا في لا كاليفورني تنعرفو، عيط لي قال لي السي رشيد عندنا واحد المؤتمر في كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، وبغيناك تجي انت اللي غادي تقول لنا هادشي ديال الغرافيت الى اخره. هي هذيك فاش بدات العلاقه مع لا كاليفورني ومع لا نازا. داك الوقت داك سنه من بعد كنت تزوجت، وسنه من بعد ولات البنت ديالنا الى اخره. قلت الله يخليك صبر عليا 10 سنين وهم مخلي البوست من 1980 من 90 الى 2000 حتى ل 2000. قلت له حتى تكبر بنتي وسميتو عاد نجي. وجينا، مشيت انا والزوجه ديالي ومراتي ومشينا لكاليفورنيا، وبدينا نخدموا مع لا نازا ومع كاليفورنيا انستيتيوت اوف تكنولوجي اللي اعلى ما كاين في العالم. عندهم 32 بري نوبل، غير هذا جامعه بوحدها في العالم، اكبر ما كاين في العالم. اذا الحمد لله هذا الشيء اللي بغيت نقول لك ان العلم ما عندوش الحدود. ملي كل واحد معترف به ومعروف بان داك شي حاجه مهمه بزاف، كل شيء تيعترف بك وتيحترمك وتيستدعيك. من بعد ما دوزت 10 سنين في كاليفورنيا، هذاك كان رئيس بوش، كان سميتو لو تيرم الثاني ديالو، كان دوز جوج خطب على عندهم الخطاب السنوي كل عام The State of the Union. قال لهم انا الحلم ديالي وهو ان دابا 10 سنين ولا 15 عام يمكن التكنولوجيا تتقدم لواحد الدرجه باش يمكن السياره بالهيدروجين يمكن لها تمشي من نيويورك حتى لوس انجلوس في المثال. اذا قطع التمويل ديال الليثيوم وغادي ينزل الفلوس الملايير كلها الا في الهيدروجين. هادشي في 2007. ملي صدت الخبر قلت لهم الله يخليكم انا صافي نرجع في حياتي لفرنسا.
وهذاك الاستاذ الجامعي صديقي زعما زميلي في كاليفورنيا قال لي الله انت شي حنا خدمنا في الهيدروجين. قلت له انا بالنسبه لي كاين شحال مازال وما نخليش رئيس يعني سياسي يحكم فيا شنو خصني ندير انا كعالم. اذا نرجع في حالتي مزيان. بقيت معاه واحد العامين على ما سالينا. كان الطلبه في هادشي ديال الدكتوراه، من سالاو الطلبه الدكتوراه ديالهم في 2000 كنت غنرجع في حياتي لفرنسا. حتى واحد 3 شهور ولا قبل حنا موجدين كلشي وكلينا العماره وكلينا كلشي في فرنسا الى اخره، راجعين والبنت خيدناها في واحد الليسي فاش غدوز الباك ديالها كلشي. جا واحد السيد من سنغافوره وقال لهم باغي نتلاقى مع السي اليزامي. تلاقيت معاه في قهوه، قلنا جلسنا شربنا قهوه. قال لي عندي واحد واحد المعهد ديال البحث العلمي في الطاقه، غادي نفتحوه اكبر معهد في جنوب غرب ولا غرب جنوب ديال اسيا، غادي يكون في سنغافوره. الله يخليك اجي نعرض عليك ونجي نهضر مع الباتري اوديتيون. قلت لهم مزيان، قبلت. هو كان فخ مني وصلت ودرت المحاضره ديالي وكل شيء داز مزيان، وجلسوني مع في الطبله ديال الوزير. كان الوزير جا دشن داكشي والرؤساء الى اخره تحت الطبله كبروا بيا ديما تنتعجب تنشوف هادشي. هذاك السيد اللي تلاقيت به في كاليفورنيا قال لي واش شوف السي رشيد هادشي اللي قلتي لنا. انا قلت لهم الا كان عندي الفلوس دابا عطيتيني واحد 10 ولا مليون ديال الدولار، ها فاش غندفعهم في البحث العلمي في البطاريات. هادشي اللي قلت لهم تعطوا رود ماب، نديروا هذه ونديروا هذه. قال لي نعطيوك نديروا هادشي هذا وخليك معنا بانك. قلت له لا ما يمكنليش، انا نرجع لفرنسا. منين رجعت لكاليفورنيا جلست مع الزوجه ديالي وبنتي، قلت لهم اش كاين واش كاين. قالت لي ما خاصني نمشيو. حتى هي هذيك. اذا من بعد ما ساليت مع كاليفورنيا مشيت لسنغافوره في 2010 لحد الان. اولا لحد الان غادي نقول لك الخطاب ديال بوش، ديال الرئيس بوش، كان في 2007 وحنا دابا في 2021 ياك 14 عام من بعد. واش كاينه شي سياره غاديه بالهيدروجين؟ ومسكين الله زعما الله يطول له عمره كمل غادي يموت ما يشوفهاش. هادشي اللي بالنسبه لي ما تكونش شي سياره اللي غتمشي من نيويورك لوس انجلوس وفيها الهيدروجين وزعما تكون يعني مصنوعه. يمكن نديروا ان بروتوتيب ما كاين مشكل، ولكن زعما تصنع بالملايين ما كايناش. هذه الاولى. اذا الناس كانوا تيظنوا ديما لحد الان مازال تنظنوا بان الهيدروجين هو احسن ما كاين. كيف تيقولوا في الكاريت ملي تحسب تلقى ان الهيدروجين ما كاينش احسن منه. هذا صحيح، ولكن الهيدروجين ماشي سهل. اولا الهيدروجين ما تلقاوش ناتوريلمون، ما كاينش في الناتور، قليل. اذا خصك تصنعوا، اما تصنعوا من البترول البتروشيمي ولا تصنعوا من الكهرباء الالكتروليز. هادشي اللي كاين. الا بغينا نديروا الهيدروجين مسمى بالهيدروجين الاخضر زعما نقي من ناحيه ديال البيئه، خص يدير الالكتروليز دولو. هادشي اللي كاين. هذا الخطا الاول. الخطا الثاني واللي صعيب ان في 2014 هذه الأكاديمية الوطنية ديال الهندسة في واشنطن دي سي عيطوا لي غنعطيوك أعلى جائزة اللي تنعطيو للمهندسين، تسموها جائزة درابير اللي بحالها بحال بري نوبل ديال المهندسين. غنعطيوها لك السي رشيد. مزيان، مشينا. قالوا لي كنت تستدعي 10 من الناس الأصدقاء ديالك تستدعيهم مرحبا بهم. استدعيت 10 الناس وجينا العائله كلها، وكان واحد الصوره ديالي في فيسبوك هي هذيك. المهم احنا الرئيس ديال هذا المعهد ديال الهندسه درنا الغدا، تغدينا كنا 4 اللي شدوا الجائزه. من بعد هذيك الكاتبه ديالو جات لعندي قالت لي راه كاين واحد الصحفي من بابليك ناشونال بابليك راديو امريكان كتسمع في امريكا كلها، بغا يدير معاك سي جواب. قلت لاش انا كان واحد الميلكاني تيهضر الانجليزيه السيد شويشه جود انف، كانت عنده كدا و97 عام عيان. قلت له كاين واحد الجوج الياباني ما تيهضروش الانجليزيه مزيان. انت مزيان
الحاصل قلت لها واخا ما كاين مشكل، عيط لي السيد لاباس قال لك مبارك مسعود وش زعما اللي خديتوا هذه الجائزه. فسرنا السي رشيد علاش بكم اربعه وكل واحد شنو دار، فسرت له هذا دار هذا وهذا دار هذا الى اخره، فسرت داك الشيء مزيان. وعندنا اسئله اخرى، شنو هي زعما المستقبل ديال البطاريات الليثيوم، فين غادي نستعملوهم، هادشي كله اسئله زعما عاديه. قال لي عندي اخر سؤال، قلت له ما هو اخر سؤال؟ قال لي اخر سؤال شنو هو الراي ديالك في البحث العلمي وفي الصناعه ديال بطاريات الليثيوم في امريكا. قلت له واش بغيتي جواب تقول له لسان الخشب ولا بغيتي جواب دبلوماسي ولا جواب ديالك؟ قال لي لا بغيت نعرف الراي ديالك الحقيقي. قلت له شوف انا دابا خدام مع كنت خدام ذاك الوقت من قبل مع كاليفورنيا انستيتيوت اوف تكنولوجي، ولقيت العلماء الامريكان ما كاينش محسن منكم عالميا من ناحيه العلم والبحث العلمي، راه ما كاينش ما احسن منكم عالميا، انتم رائدين في العالم في هادشي البطاريات وفي كل شيء. ولكن ما تفهمتليش علاش كاين ما بين هذا يعني المستوى العالي ديال البحث العلمي والمستوى ديال صناعه البطاريات في الليثيوم، علاش ما هذا يعني المجهود كله ما عطاش واحد النتيجه في صناعه البطاريات في امريكا. قلت له انا نقول لك صراحه وصلت لواحد يعني لا كونكلوزيون، وهو ان الامريكيين ما تعرفوش يديروا البطاريات الليثيوم. هادشي قلتها له، وانت راك عاد يعطيوك الجائزه جايته تقول لهم ما تعرفوش. قلت سبحان الله يمكن يبدلوا الراي ديالهم، ولكن بالعكس. وقلت له انا تنظن احسن حاجه يمكن امريكا دير وهي تجيب شي شركه اجنبيه ودير هي اللي دار لهم، وداك الشيء اللي دار تسلا. ايلون ماسك عمرو ما دار البطاريه في حياته، شنو قلب في العالم، دار بحال مشى للسوق تيتسوق هنا وهنا وهنا، مشى عند لي كوريان، مشى عند لي تايواني، مشى عند لي جابوني اتسيتيرا، وبدا يقلب شكون هي احسن، لقى لي جابوني هما احسن، باناسونيك. اذا جاب باناسونيك هما اللي صنعوا له شكون تنسميوها لا جيجا فاكتوري ديال تسلا، سي باناسونيك. اولا تسلا بالنسبه لي ملي مشيت زرتهم واستدعاوني وجيت لعندهم واستقبلوني مزيان ودرنا ومشينا ودرت عندهم محاضرات واحد 3 سنين كنت عندهم، النص ديال الباحثين اللي كانوا الطلبه ديالي، الاستاذ لاباس جلسوا شي زعما فوالا. ايلون ماسك ما عنده حتى شي علاقه بالبطاريات، سي ان فينانسيي، سي ان كيلكان كي عنده خبره وعنده اون فيزيون وعنده حلم وتيحلم الناس، ما عندي ما نقول زعما اكستراوردينير، ولكن سي با سيانتيفيك. فهمتي؟ الى استدعيتي وقول له نجلسوا نديروا حوار على البطاريات مع رشيد يا زمان يهرب، نقول لك صراحه ما يجيش، ما يقبلش، لان ماشي شغالو. هو شنو تيقول غادي ننزل الفلوس هما اللي يحلوا المشكل، هادشي هذا هو الفكره ديالو. اذا جاب زعما الطلبه وجاب الباحثين العاليين الى اخره، ولكن هادوك ما يمكن لهم ماشي لازم يفكروا بان يمكن لهم يغيروا العالم. قليل الناس اللي تيفكروا يغيروا العالم، وبعض المرات يمكن تغير العالم بواحد الفكره سهله بزاف. انا جون جولدينوف اللي شد البري نوبل كنت جالس معاه تنتعشى كالتك، قال لي اش كدير هادشي دابا بقينا ما عندنا ما بقينا ما نديرو في الليثيوم، باتري الليثيوم صافي راه موجود وداكشي. قلت له لا كاين مازال ما يدار. قال لي شنو؟ قلت له تفكر بحال دابا في عاود الليثيوم نستعملوا الفليور. قال لي كيفاش؟ قلت له ويا الفليور دير هكا وهكا، فسكلو كيفاش لا باتري الفليور ولا بقى يشوف فيها. عرفتي كنا في واحد ان ريستورون بحال بريطانيك، ان كلوب كلشي بيالو داكشي اون امبيونس كاليفورنيان. واحد الساعه قال ويلي هاد الفكره عمرها ما جاتني، تبارك الله عليك انا شي الناس بدات يقولوا صدعتي الناس. يو ميد ماي داي. قال لك عرفت شنو يو ميك ماي داي؟ زعما هذا النهار فوالا.
ما شاتوش الفكره. كاين ناس ما تجيهمش الفكره. الفليور سيدي يمكن على الاقل 10 المرات ارخص من الليثيوم اولا، وثانيا عنده نفس القدره ديال الشحن زعما ديال الطاقه، يخزن الطاقه، يمكن يخزن الطاقه اكثر 3 المرات اكثر من الليثيوم. ولكن بحال الليثيوم تنقول للناس الليثيوم بحال سبع يمكن له ياكلك، خطر ان عنده الطاقه فهمتي. بعض المرات علاش البطاريه تينشعلوا تيوقع لهم ولا اكسبلوزيون ولا اخره، عندنا سي الانرجي. هذا الفليور بحالو بحال الليثيوم، غير الليثيوم زائد والفليور ناقص، زعما لي سيني ديالهم بحال زائد وناقص. فوالا الفليور سور بابي يمكن له يخزن 3 المرات اكثر من الليثيوم من الطاقه. كل كيلو ديال الفليور يمكن له يخزن اكثر. بعض المرات تخص الواحد يدير نقطه بنقطه بشويه بشويه حتى تنضمنوا بان هذا وصلنا لهنا وندوزو. انا ما عطاونيش الوقت باش يمكن لي نوصل لهذيك. اذا هذا الشيء راه مازال، واليابانيين دابا خدامين عندهم مشروع وطني باش يخرجوا بطاريات الفليور. النموذج المغربي قبل من النموذج الجديد ديال فوالا النموذج الجديد يمكن غادي يبدل الاشياء، ولكن النموذج القديم قبل من 2021 وهو ان انت يعني عندك الصناعه ديالك، انت يعني انتربرونور في المانيا ولا في اسيا ولا شي حاجه، وعندك دي زوزين ديجا كتصنع جزاج، كتصنع السيارات، كتصنع شي حاجه، وغادي تجي للمغرب تقول لهم انا باغي نحل واحد المصنع في المغرب، تقول لهم مرحبا بك ونأيدوك معك. هذا عنده اولا الخبره وعنده كل شيء، اذا الحاجه سهله بالنسبه للمغرب تكون سهله، وزعما الخطر باش زعما هادشي ما ينجحش قليل، فوالا لو ريسك قليل. انا جيت قلت لهم في 2014 من بعد ما توجيني صاحب الجلاله وقلتها له، انا السمع والطاعه الا كان شي حاجه في هذا الشيء ديال البطاريات انا تعرف نفسي نغفر كل واحد يعرف يتلاقى بيا، ما كاين حتى مشكل. والمشروع انا اللي ديما كنت نفكر بان المغرب عنده المؤهلات باش يكون اول بلد عربي اسلامي افريقي لصناعه بطاريات الليثيوم، وبديت هادشي في 2015 وتنقولها ومازال لحد الان تنقولها ما تغيرتش. غير النموذج ما عارفينش كيفاش يديروا معاه. كنت انا صانع كبير وعندي واحد المعمل في امريكا وتنصنع البطاريات الليثيوم، نقول لهم انا نجي يا زمي جاي وغادو هذاك المصنع ديالو غادي يديروا في المغرب، ما كاين حتى مشكل. ولكن جيت انا بالفكره، وديك الفكره حنا بانيينها لان هضرنا مع الشركات الكبار العالميه اللي كلهم يجيو ويساعدونا، ما كاين حتى مشكل، هادشي كله يمكن له يدار. غير هاد النموذج هادو ما جربوهش، اذا خافوا الناس، يمكن خافوا قالوا لان يعني الاستثمار وصل مليار ولا اكثر ديال الدولار، على الاقل خص مليار، 2 المليار حسن. وهذا المعمل ديال تسلا طاح عليهم ب 10 المليار ديال الدولار، مش تعرف زعما الاستثمار كبير. اذا يمكن شافوا بان حنا ماشي قالوا لي يا زميل تيعاود الخرايف ولا شي حاجه، لا، قالوا المغرب ك ايكو سيستيم يمكن ما نستعدش لهذا الشيء هذا. شنو درنا حنا في المغرب؟ درنا غونو، درنا بي اس ا، درنا تي جي في، ياك كلهم كانوا قبل. شنو جات الشركه ديال التي جي في فرنسا جات للمغرب ودارت التي جي في المغرب. شنو هو الخطر؟ ما كاينش، عارفين ما التي جي في عنده 30 ولا 40 عام خدام، اذا ما كاين حتى مشكل. بالعكس هذا المشروع ديال بناء مصنع ديال بطاريات الليثيوم شويه بالنسبه لهم جا ريسكي. احنا ما عندناش تقدير الريسك، خطر ولا شي حاجه. كانت شي هيئه وكتجلس ويقولوا الملكان باش يعني سابقين العالم، تيعرفوا شنو هو لو ريسك، وتعرفوا بان الا نجحت وحده على 10 راه مزيانه، تخسر 9 المرات وتربح مرات راه مزيانه.
حنا في المغرب خصنا نربحوا 100%. هذا الشيء اللي خص الواحد بشويه بشويه هذه الافكار غتتبدل، فهمتي. يمكنش المشروع كاين المشاريع اللي في المغرب ما تيوصلوش، كاين شحال الناس خسروا الفلوس استثمروا ما وصلوش، ما كاين مشكل، ماشي لا خصنا زعما التاريخ غادي يتوقف لان واحد المشروع ما وصلش. ولكن هذا الحمد لله بنيناه فريمون على اساس، ولقينا نفس الشركات ديال اللي مشاو عند تسلا بغاو يجيو للمغرب. اول الفكره قديمه هذه، زعما لا كونتينيتي ديال لا بونسي ديالي تنقول خص اولا يكون واحد الارضيه ديال البحث العلمي وديال المهندسين. واش عندنا دابا شي مدرسه ديال المهندسين تتهيئ المهندسين في المجال ديال البطاريات الليثيوم؟ ما كايناش. كاين الالكتريسيتي، كاين الجيني سيفيل، كاين لي بغيتي كاين، ولكن ما كاينش خصوصا في البطاريات. ولو نقولوا يمكن شويه بدات نسميو بالطاقه المتجدده، بداو شويه، ولكن شكون عندنا في يعني مختص في الهيدروجين في المغرب؟ ما كاينش. بالنسبه لي ما عرفتش شكون، يمكن كاينين وانا ما تنعرفهمش، وتنتمنى يكونوا كاينين وبداو يتكلموا على الهيدروجين في المثال. اذا قلت مع راسي بما ان الان زعما تاريخيا الدول كلها المتقدمه بدات تلغي السياره الحراريه من دابا 2030. شحال ديال الدول من المانيا فرنسا الى اخره ما يبقاوش يصنعوا السيارات الحراريه. اذا هذاك اليوزين ديال رونو في طنجه عامله واش غادي دير؟ واش غتبقى كدير الحراريه لان احنا في افريقيا نقول لهم هذوك خليهم، ولا غادي يبداو يديروا حتى هما يبداو يصنعوا البطاريات، يبداو يصنعوا السيارات الكهربائيه؟ لازم. اذا قلت مع راسي خص على الاقل دابا باقي لنا واحد 5 سنين ولا 10 سنين نبداو من دابا نهيئوا الاطر المغربيه اللي تتفهم شنو هي البطاريه وكيفاش تكون تستعمل، ونديروا البحث العلمي باش نطوروها اكثر. هذا هو المشروع سهل. وثانيا باغيين نعطيو يعني نهيئوا الظروف باش الشباب المغربي الباحثين ولا الناس اللي في الشيء ديال الهندسه يمكن لهم نصيفطوهم البلدان اللي متقدمه في البحث العلمي، صيفطوهم لفرنسا، المانيا، انجلترا، كندا ولا امريكا ولا في اسيا، يجيو عندي سنغافوره. احنا عندنا مرحبا بهم كل عام تيجيو عندي 3 المغاربه تيدوزوا الستاج ديالهم ديال الهندسه، ما كاين مشكل. وكاين شحال ديال الاساتذه اللي باغيين يجيو عندهم المغاربه، كاينين بزاف في سنغافوره كاينين. اذا هذا هو. وثالثا ورابعا وهو ان يكونوا هذاك السونتر غادي يبدا يهيئ اجتماعات وندوات ومؤتمرات حول البطاريات باش نجيبوا اعلى ما كاين في العالم مختصين يديروا لنا هنا ويتلاقاو مع الشباب وداك الشيء باش فوالا اون كري ان ايكو سيستيم سيانتيفيك اوتور دي باتري ليثيوم. هذا هو المشروع. ماشي زعما الفواتور الكتريك تصنع في المغرب ما كاين حتى مشكل بطبيعه الحال. تنظن بان بي اس ا ورونو غادي يصنعوا السيارات الكهربائيه في المغرب، ما كاين حتى مشكل. ونقولوا هذه زعما نقولوا بانهم السيارات مغربيه مصنوعين في المغرب وان ايكو سيستيم الى اخره، ما كاين حتى مشكل. القلب ديال السيارات الكهربائيه هي البطاريه. البطاريه يعني الثمن زعما القدره ديالها هي اكثر من 30 35% ديال الثمن ديال السياره هي البطاريه، هي الاهم. لان الموتور هذاك المحرك الكهربائي عمره ما كيموت، يدوز لك 20 عام ما كاين حتى مشكل. البطاريه تتموت في 5 سنين 10 سنين. زعما لو سونتر الاساس ديال سميتو هي البطاريه. اذا الا ما صنعناش البطاريه في المغرب وصنعنا غير لو كادر ولا بنو ولا لي رو ولا شي حاجه ولا الفولون ولا لي سياج، البطاريه تجي من الصين. اذا هذا هو تقول مع الاسف. لان شنو كنديروا حنا في المغرب؟ كنصدروا الكوبال ديالنا للشينوا وتيرجعوا هنا في البطاريات. علاش ما نستعملوش سميتو الكوبال ديالنا؟
والفوسفات. المغرب عنده 80% ديال المخزون ديال الفوسفات العالمي. علاش ما نستعملوش الفوسفات ديالنا في المغرب باش نصنعوا لا كاتود ولا الالكتروليت اباز دو فوسفات؟ هادشي كله كيمكن له يدار. السوق ديال بطاريات الليثيوم كيتزاد 20% سنويا. وصلنا دابا على 90 مليار دولار سنويا دابا في 2021. في 2030 ولا قبل غادي تدوبل. اذا اكثر من الدوبل كل 8 سنين ولا 9 سنين تدوبل. وهادشي كله عارف بان تنشوفوا شحال ديال السيارات الكهربائيه خصنا، وخصنا شحال ديال البطاريات، وخصنا شحال ديال الليثيوم، وخصنا شحال ديال الكوبالت. هادشي كله تيتحسب ساهل. اذا بدا شويه ديال الضغط على الكوبالت وعلى الليثيوم وعلى الفوسفات وعلى هادشي كله، غادي يوقع الضغط عليه لان الثمن ديالو غادي يطلع. بما ان احنا زعما العالم كله باغي هاد الصناعه الجديده اللي متطوره اولا، وثانيا عندها يعني لومبرانت ديالها في البيئه اقل، ما كاينش لي غاز افيت سير، ما كاينش اتسيتيرا اتسيتيرا، كلشي غادي ليها، كلشي غادي ليها. اذا ما باغيينش الاثمنه تطلع بزاف، لان بدات الباتري الليثيوم الثمن ديالها تيطلع بزاف، الناس ما يمكنلهمش يشريو. اذا خص يكونوا لي ريزيرف، وملي تيشوفوا كاينين لي ريزيرف كلشي تيبغي ياخذهم. هذا اللي كاين. اذا غادي يوقع لازم يوقع شويه ديال كتحركات باش شكون اللي غادي يستغل هذوك الموارد ديال الكوبالت وديال الليثيوم وديال التاليوم الى اخره اللي موجوده في قلتي في الميدان المغربي في البحر الابيض المتوسط. اذا تنتوقع بان الدول غادي تلقى واحد ليكيليبر، لان حنا عندنا نقولوا في المثل عندنا الكوبالت عندنا الليثيوم في المثل، وما عندهم الخبيرات كيفاش يمكننا ناخذوا داك الكوبالت ونرجعوه ندخلوه في البطاريه، نتفاهموا بيناتنا. هادشي كله كل واحد خصو ياخذ طريف من الخبز ولا ديال ان بار دو غاتو فوالا، لان سينا توقع حرب. سي سا. لان شوف المشكل اللي وقع ما بين امريكا والصين بما يسمى لي تيغ رار كيستعملوه في هادشي ديال الالكترونيك. الصين عرفوا بان عندهم واحد البوزيسيون لان هما اول دوله في العالم في هادشي ديال التيغ رار. اذا عندهم باش يمكن لهم مع امريكا تقول نقصوا لنا هذه حنا نقصوا لكم هذه. وضروا كثير شيء اليابانيين عندهم هاد الصناعه هادشي ديال الالكترونيك عاليه بزاف. اذا من ما بقاوش يمكن لهم يمشيو للصين وياخذوا الموارد ديال التيغ، وقع مشكل. هذا وقع مشكل. إخواني أخواتي السلام عليكم، لا تنسوا دعمكم لنا بالاشتراك والإعجاب بالفيديو والنقر على الجرس للاطلاع على الجديد.